رونالدو سجل 6 أهداف في مشوار الملوك من أجل ملك وامتلاك كأس الكوبا ديل ري. إذا تنطلق المباراة. تفكير سريع بالتشكيل وتمركز اللاعبين. بينتو البش على اليمين، ادريانو على اليسار، ماسكيرانو، بيكي اكسيال، تشافي، بوشكيتش، انيستا في الوسط، فيا، ميسي وبيدرو كثالوث الاتاك للبلاوغرانا. الميرينجي مدريد، كاسياس اليوم على اليمين اللي يحدو، الفارو اربيلوا على اليسار يبقى كالعاده مارسيلو، سيرجيو راموس يدخل في عمق الدفاع ليشكل الثنائي المحوري في الدفاع للريال مدريد مع ريكاردو كارفايو. في وسط الميدان عندك بيبي خضيره وتشابي الونسو، اوزيل يرجع اساسي من دون انطلاق، كريستيانو وراس الحربه، وانخيل دي ماريا من اجل الانتصار. اذا يتامل الجمهور في متابعه المباراه من اعلى طراز يوم من نفس الشهر ابريل، لكن من 21 سنه لجيل اخر يا انخيل دي ماريا. يومها البارسا فاز 2-0 عن طريق الجييرمو امور وعن طريق الخوليو ساليناس. إذا البارسا الريال في صراع متجدد في الجزء الثاني والحلقة الثانية من مسلسل نكون أو لا نكون في لقاء الميستايا. نعم، اللقاء المنتظر والمرتقب لنهائي الكوبا ديل ري في النسخة رقم 109. إذا الكأس التي بدأت 1902 ويومها وفي عامها كان الحوار الأول بين فريق سيرجيو راموس وفريق سيرجيو بيكي في السيمي فينالي. يومها البارسا ربح الحوار الأول على مستوى الكوبا 3-1 يا مورينهو. إذا جوارديولا لا يخسر نهايات، ومورينهو السيد الكؤوس، من سيظفر باللقب الغالي ومن سيحقق أول تاج في أول تتويج ذات بال وذات قيمة في سيزون 2010 2011. يمشي كرة الريال خطيرة، فرصة صعبة وفرصة تضيع من سيرجيو راموس. الكرة الأولى للملوك، كرة أولى لمدريد، فرصة كبيرة جدا. 5 دقائق لعب في الشوط الأول. الريال متسلح بروح البرنابيو، والبارسا بذكريات التألق في الكلاسيكو. كلاسيكو البارسا والريال مدريد او البرشلونة. يمشي في وسط الميدان ميسي رجل الكلاسيكو، 8 اهداف و4 اسيست، الجوليادور في اخر الاعوام لكلاسيكو بارسا مدريد. يتقدم الهجوم عن طريق تشافي، السيطرة والسطوة، الارهاب الكروي يبدا منذ الانطلاق. يمشي ادريانو في اطلاق كرة عن طريق الفيا، يمشي المرافيا لتشافي، التسديدة واوت بره ضربة مرمى، كرة عائدة لمصلحة الميرينجي. إذا كرة ترجع مدريد. سأتحدث في تاريخ المواجهات عن هذا النهائي رقم 35 في تاريخ البارسا. ملك الكوبا ديل ري هو البارسا في 25 تتويج، بينما الريال يخوض هذا المساء النهائي التاريخي رقم 37 بالنسبة له في كأس الملك في الألفية. إذا فريد زمانه، البارسا كبير هذا العصر، يلتقي الريال نادي القرن العشرين، للبطولات، للسجلات، للأسماء، للمشاهير الذين مروا من هنا، كتبوا التاريخ هناك في قلعته البرنابيو. يمشي بكرة طويلة، الفارو اربيلوا يلعب بكرات اليوم، الخيار نتاع المورينو، ويرجع راموس اكسيال في المحور، يمشي عن طريق البيبي، كرة خطيرة ينطلق فيها الهجوم، ما فيش اوفسايد، يمشي انخيل دي ماريا تعدى باثنين، الثالث وين؟ الثالث هو السباق، لكن شوف الجرينتا نتاع انخيل دي ماريا، ايه الجرينتا في جزء كبير اليوم. الروح الانتصارية لكل فريق ستمنح أولوية وستمنح ولو طفيفة هي الأسبقية للفريق المقاتل أكثر. الريال يتقدم شوية لقدام مما يمنح مساحات، فراغات، ثغرات للفريق الكتالوني. الآن يمشي مارسيلو البرازيلي، يمشي بالكرة عن طريق الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا إلى ركنية للريال أمام مدرجات وأمام أنصار الذين اختاروا مكان في بداية المباراة وراء الحارس بينتو، حارس الكوبا. 36 النهائي الذي انتهى هدف للريال في فالنسيا في الميستايا. اول نهائي جمع القطبين، والراسية تاتي والتسديدة، وكرة قريبة من اوزيل كاد يفتح ايضا بدوره باب التتويج وباب التسجيل. اذا قلت نهايات عدة لذكريات كثيرة محفورة في ذاكرة محبي برشلونة وعاشق مدريد. عام 36 هدف للريال، عام 68 في النهائي التاريخي
في البرنابيو. دي ماريا يتغلب على الفيش، اما الفيش يتغلب على الارجنتيني. يمشي صراع الكومبول، صراع لمسود. انخل دي ماريا يخسر ريال، يخسر الكونتاكت في كره مناوشه. ترجع الكره بصراع، ينطلق الهجوم. بيبي والخطا لمن؟ للبيدرو. نعم الفاول ضد بيبي. ورقه صفراء، الورقه الصفراء الاولى. اللاعبين متوترين جدا حقيقه. هي الكره يا سيق اللاعب، ما فيش كلام. هذه التعليمات نتاع المدربين الاثنين. هي الكره يا اللاعب، ما يتعداش ما يمرش. اليوم اللي يسجل هو اللي يربح، اليوم اللي يهدف هو اللي يفوز بالكاس. هو الذهب. هو وسط احتجاجات من سبيشال وان مورينو الذي يريد ان يدخل التاريخ كأول مدرب في العالم يظفر بالكوبا او الكاس في 4 دول مختلفه. حققها مع دراغاو اف سي بورتو في بلده البرتغال، وينطلق بالمرتدات. هذا هو سلاحه، معروف معلن للعالم كله. الصغير يعرفوا قبل الكبير، وتمشي الكوره 1-2. رونالدو مش اليوم الكبير، ترجع الكوره عن طريق الكبير الخطير في كوره بنفس مسار الكلاسيكو الليغا والصراع بين الفارو وربيلووا ودافيد فيا. ماذا يحدث في الميستايا؟ ماذا يحدث من انفلات امني، بل انفلات كروي في الميستايا. مش ممكن على حساسيه الكلاسيكو. هذا الكوبا ديل ري مال دوري ابطال اوروبا، بطولة ال60 مليون فرنك سويسري، بطولة الشامبيونز ليج وما ادراك، بطولة زعامة اوروبا وسيطرة القارة العجوز. اللقاء متوتر جدا، الشحن زايد من الجانبين. الريال يرفض الخسارة مرة اخرى، والبرصا يريد انتصار من جديد. هنا الكرة وهنا الرياكشن تاع الفارو ربيلووا، هنا كانت زايدة. الفارو يلعب بالنار في نهائي الكوبا، كان ممكن يخرج كارت احمر. اذا حذاري وانتباه. وكل الفريق الكتالوني يتقدم لمناقشة الحكم أونديانو مالينكو، مطالبين بالريد كارد على الباك رايت المدريدي. يتقدم 17 الفارو ربيلووا لمن زفر أونديانو. كرة ترجع من بوسكيتس يحط الكرة، ما فيش شك صعوبات تكتيكية للوصول بالكرة، الخروج بالكرة، لتدرج الكرة للتيكي تاكا المعهودة المألوفة. أعجوبة البلاوغرانا برشلونة ما يعملهاش لحد اللحظة، ما يلقاهاش فريق جوارديولا لحد الحين. ترجع الكرة عن طريق بيبي وصل الكرة مارسيلو يطلع بين اثنين، يحط الكرة في الرواق، ما فيش اوفسايد. لا تسلل إشارة في آخر لحظة من لايمان. إذا كرة أخرى للريال مدريد. برشا واقعية في أداء فريق الميرينجي. هذه الكرة الأخيرة وهنا الانطلاق، وممكن حكاية سنتيمترات فيها شك كبير. الكرة الأخيرة يمشي انيستا اندريس في وسط الميدان، الباس ما تعداش. كأنه مدريد يلعب أكثر من 11. ثبت معايا ركز معايا. الميرينجي كانوا يدير 11 والكرة تمشي من رقم 7 لسبيشال وان في الملعب. يتقدم رونالدو يصدر والحارس بينتو. ما مشاش خسارة اختيارك يا جوارديولا. الله على البينتو، الله على البديل بيروح الأساسي. الله كأنه فيكتور لم يخسر البارسا. فالديز كسب بينتو رجل الكأس، رجل الفاينل في باراد ولا اروع على كريستيانو رونالدو. المرتدة والهجمة الخاطفة والانطلاقة السريعة من مدريد. رجعت البارسا يا مخرج ارجع اليوم، ما فيش بلاي باك، ما فيش ريبلاي. من الواضح جدا التفكير والاسلوب الدفاعي للمو، انه واضح التوصيات اللاعبين هي الكرة يا اللاعب، اما اللاعب يتعدى بالكرة لا. هذه مطالب برتغالي اسمه سبيشال وان جوزي مورينو. ترجع الكرة عن طريق الفيش. الشوط الاول يوشك على النهاية والنتيجة بيضاء 0-0. النهائي عام 90 كان 2-0 من ساليناس وجييرمو مور، هو 4-0 للمدريد عام 74 في الفاينل التاريخي في الكالديرون بأهداف كانت من لاعب بيري وهدف تاريخي للكارلوس سانتيانا. الآن كرة خطيرة يخرج بينتو كانوا الليبرو ويخرج كرة في الأوت. التماس والكرة تمشي، مش ممكن يعمل اللوب لكن الكرة تمشي عن طريق رونالدو يا ولد. يمشي أوزيل يوزع كرة خطيرة بابي وهدف أول. مش معقول يا غدارة، مش ممكن. ما بينك وبين الريال؟ لماذا تتمنعين على الريال؟ أنا نسيت التاريخ، أنا نسيت الكتب، أنا نسيت الماضي. أتتذكري لبوشكاش لدي ستيفانو لخينتو للريال؟ مش ممكن الكرة على الريال. فرصة 1-0 كرة من بيب المدريد، كانوا راس حربة. أي تكتيك يا برتغاز. يمشي بالكرة ميسي تتحط الكرة في مباراة الكلاسيكو للدوري. كرة القائم اللاعب رونالدو
بعد دقيقة جاب بينالتي فيا وهدف ميسي. إذا الكرة تتمنع، الكرة ترفض الريال، الكرة تناوش الريال. شوف الكرة والأروع بكتفه باسيها، أوزيل عداها، بيبي فوق الجميع والقايم ينوم والقايم يصد والقايم يقول لا. الله منها كرة، الله عليها كرة، الله فيها كرة. بيبي الكرة تمشي، جولاتو جولاتو دي مدريد، نو جولاتو. القايم قال لا ويمشي. العرصة الصحيحة بتاع البارسا، ميسي ما يتعداش، الكرة تمشي معاه والدفاع موجود عن طريق انيستا. انيستا يمشي بالكرة، ادريانو في الوقت البديل، ترجع الكرة من فيا يدخل بالكرة، فيا يمشي ادريانو البرازيلي، ممكنة جدا الكرة الأخيرة يبنيها انيستا يخرج له الفيش، يقراه يعطي له الباس، لكن بعيد عن برشلونة مثل ما يقال. واقع استنتاج لابد أن يحكى، لابد أن يروى، لابد أن يحلل ويستنتج. الشوط الأول مورينهو أوقف برشلونة وتفوق تكتيكيا على جوارديولا، ما فيش كلام. شوف هذا المناصر كيف يتابعها، ماذا قال في القائمة، حلل وناقش، تخيل واستنتج. ومورينهو يقول ما هذه الليلة، في الليلة الظلماء لا يفتقد البدر، وفي الليلة الكلاسيكو كان الأسمراني يسجل، ولكن الكرة قالت لا. الكرة ال 450 غرام اللي حددت مصير أندية وكؤوس